At the Bernabeu, where Real Madrid had to score to stop Manchester City reaching the Champions League final. It's Manchester City. City won, Real Madrid nil. Madrid need 2 goals now in 20 minutes. Guardiola can't believe it. Benzema. وجول كما في جول في 89 يا كارلو لو تكسب الان. ثاني قريب جريليتش 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 جريليتش. Grealish with the just beyond the post. 2 chances in 2 minutes with Jack Grealish. ترجع الكرة مرة أخرى يمشي كارفاخال يلعب كارفاخال. 4 مايو 2022 ملعب السانتياغو برنابيو الدقيقة 91 ريال مدريد والفم حاجة الكرة اللي لو اتعادت 100 مرة مش هتظبط كده بس دول الزرازير حط الكرة والثاني فم حاجة وده الموسم التاريخي اصل قبلها بشهر جون بنزيما قدام تشيلسي في الدقيقة 96 يحسم التأهل وقبلها بشهرين قلب الطاولة على باريس بهاتريك البنز وفي 2018 جونين كريستيانو قدام باريس وفي 2017 هاتريك الدون قدام اتلتيكو في نص النهائي و3 قدام بايرن وفي 2016 العودة من الموت قدام فولفسبورج بهاتريك مثالي من كريستيانو رونالدو وطبعا جون العشرة جون راموس في 2014 وفي 98 تأهل من البرنابيو قدام دورتموند ففي وجود كريستيانو او اصابه بيل في عهد باريس او حتى سانتياغو في وجود زيدان كلعيب او كمدرب تجديد لمودريتش او نهايه عقد راموس اعتزال مارسيلو في عصر الجالاكتيكوس في عهد خينتو او راؤول في وجود غباء مينتي او طفوله فينيسيوس العامل الوحيد اللي مش بيتغير هو وجود ملعب السانتياغو برنابيو فماذا يحدث في البرنابيو بس بقى عشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع ورا شويه وبالذات في فتره نهايه الحرب الاهليه الاسبانيه في 1939 الحرب اللي سابت اسبانيا في حاله من الخراب والدمار واثرت على المجال الرياضي في اسبانيا وحطت كل الانديه الاسبانيه تحت ضغوطات ماليه كبيره ونقص كبير في كل الموارد البشريه وخلال الحرب ريال مدريد قرر ان هو لازم ينقل مقره وفي 1943 في فتره اعاده بناء اسبانيا كلها اتعين واحد من اهم رؤساء ريال مدريد في التاريخ واحنا هنا بنتكلم عن سانتياغو برنابيو بس مين هو سانتياغو برنابيو سانتياغو برنابيو هو شاب اتولد في اسبانيا في 1895 شغفه وحبه للكوره كان باين فيه وهو صغير في مراحل الناشئين وده يمكن اللي ساعده انه يوصل ريال مدريد في 1912 كناشئ بس بسبب موهبته ما عادش فتره كبيره في مراحل الناشئين في 1914 يلعب اول ماتش ليه في الفريق الاول داخل ريال مدريد سانتياغو برنابيو كان لعيب خط نص بس اتشهر انه كان قائد عظيم داخل الملعب كان واحد من الجيل اللي ساهم في 3 القاب كاس ملك اسبانيا لريال مدريد خلال الحرب الاهليه بس المهم بالنسبه لنا سانتياغو برنابيو كرئيس برنابيو لما مسك ريال مدريد في 1943 كان عنده وجهه نظر واحده بس انه عايز يخلي ريال مدريد واحد من احسن الفرق في العالم مش فريق جامد بس كده في اسبانيا واول قرار خده انه عايز يعمل ملعب جديد ساعتها ريال مدريد كان بيلعب في الملعب القديم ملعب شامرتون وجهه نظر برنابيو ساعتها كانت ان الجماهير بتزيد يوم عن يوم وان دي اول خطوه للنادي عشان يبقى فريق كبير فمن الاخر عشان تبقى كبير العب على كبير قرار برنابيو ساعتها وقف قدامه ناس كتير فكره انه يبني ملعب داخل اسبانيا بعد الحرب الاهليه في فتره اعاده بناء اسبانيا كلها كان قرار صعب جدا بس باصرار برنابيو وعزيمته في 4 سنين الملعب اتبنى برنابيو ما عملش ملعب وخلاص برنابيو اعاد هيكله ريال مدريد وابتدى يدور ازاي يطور المنشآت ازاي يجيب احسن مدربين وازاي يجيب احسن لعيبه واحد من اهم صفقاته كان اليخاندرو دي ستيفانو ويتحول تحت ايد سانتياغو برنابيو ريال مدريد لواحد من اكبر انديه العالم ده لو ما كانش اكبر نادي ساعتها سانتياغو برنابيو ما كانش قائد عظيم ولا اسطوره عظيمه سانتياغو برنابيو كان هو ريال مدريد عشان تبدا اللعنه على اوروبا كلها يعني مثلا في الخمسينات ريال مدريد كان مسيطر على اوروبا كلها بالذات في 1960 ريال مدريد ساعتها كان مخلص تاني الدوري خرج من سباق الدوري من بدري جدا وتركيزه كله كان رايح على كاس الكؤوس هو مدريد بتاع دلوقتي بتاع 1960 وقدر ان هو يوصل النهائي الخامس في اخر 5 سنين قدام فرانكفورت الناحيه الثانيه اللي كانت اول مره في حياته يوصل نهائي كاس الكؤوس فرانكفورت ساعتها تخش الماتش بسيطره مرعبه وفي اول الدقايق فرانكفورت تجيب جول بس بعديها على طول اليخاندرو دي ستيفانو يجيب جونين ويقلب الطاوله لريال مدريد والنتيجه تبقى 2-1 ويخلص الشوط الاول 2-2 بعد تعادل فرانكفورت في اخر الدقايق في الشوط الثاني ساعتها ريال مدريد يقلب النتيجه بس مش يكسب 3-2 ولا 4-2 ولا حتى 5-2 ريال مدريد بيكسب 7-3 في ليله تاريخيه يتوج بيها بكاس الكؤوس الخامسه في اخر 5 سنين كاول نادي عملها في التاريخ واخر نادي هيعملها بلاش لو رحنا في السبعينات في 1975 ريال مدريد قدام ديربي كاونتي في اليوروبا ليج ريال مدريد في الذهاب كان خسران 4-1 في انجلترا في الفتره دي ريال مدريد كان في نهايه جيل الخمسينات وبدايه جيل جديد وعدم ثبات في المستوى وقوه المنافسه في اسبانيا ابتدت تزيد على الناحيه الثانيه ديربي كاونتي كان لسه متوج بالدوري من سنتين وواحد من احسن فرق في اوروبا بس دول ريال مدريد وده السانتياغو برنابيو يبدا الماتش وفي اول نص ساعه ريال مدريد يحسم الماتش ب3 اجوان رغم محاولات ديربي كاونتي الكتيره بس بسبب سحر وضغط البرنابيو يحسم التاهل لريال مدريد
وفي نفس الملعب ونفس البطوله بعديها ب 10 سنين في 1985 ريال مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ، الماتش اللي خلص في الذهاب في المانيا 5-1 لبروسيا مونشنجلادباخ. ساعتها الخساره دي عملت قلبان داخل مدينه مدريد، وجماهير مدريد على الناحيه الثانيه اتفاجئت بهزيمه كبيره للمرنجي خارج ارضه. على الناحيه الثانيه بروسيا مونشنجلادباخ في الفتره دي كان بيعيش واحد من احسن فتراته في التاريخ. بروسيا مونشنجلادباخ اللي كان متوج بالدوري من فتره، بس ده ريال مدريد، وفي العوده الجماهير كلها كانت في سانتياغو برنابيو. يبدا الماتش وريال مدريد تضغط من اول 10 دقائق ويجي جول لريال مدريد، يبدا سحر وضغط السانتياغو برنابيو رغم محاولات كتير لبروسيا مونشنجلادباخ ان هي تعدل النتيجه، بس يخلص الشوط الاول. وفي الشوط الثاني ريال مدريد تحسم الماتش ب3 اجوان بصدمه كبيره وريمونتادا تاريخيه مش هتتكرر تاني في تاريخ اوروبا. بس بعدها ب4 سنين في 1889 ريال مدريد وبايرن ميونخ في ملعب السانتياغو برنابيو بعد خساره المرنجي 3-2 في المانيا، كعاده ريال مدريد يرجع في السانتياغو ويكسب بجونين، جول لميتشل وجول ليانكوفيتش. بس عارف ايه فعلا اللي كان ماتش حاسم في تاريخ ريال مدريد؟ دورتموند 98 في دوري الابطال. في 98 ريال مدريد كان بقاله فتره كبيره غايب عن منصات التتويج في اوروبا، بقاله 30 سنه ما خدش دوري ابطال. في نفس الفتره دي ريال مدريد كان محتاج ياخد بطاقه التاهل بتاعته من سانتياغو برنابيو. هلاعب بروسيا دورتموند اللي كان لسه متوج من قريب بدوري ابطال اوروبا. يبدا ماتش العوده في البرنابيو بضغط كبير وتوقعات اكبر من جماهير ريال مدريد، وبسحر البرنابيو كالعاده مورينتس يحط الجون الاول، وبعد كده ريال مدريد تعرف تخطف الجون الثاني ويحسم التاهل. يمكن الماتش ده ما يكونش واحد من احسن الماتشات ككوره في تاريخ ريال مدريد، بس الماتش ده كان مصيري، كان واحد من اهم الاسباب في رحله ريال مدريد للتتويج بدوري الابطال السبعه قدام يوفنتوس في 1998. ففي الاخر طالما دخلت القلعه ولبست التيشيرت البيضاء اللي عليها تاج الملك، مش هيفرق بقى كنت كريستيانو ولا راموس ولا راؤول او حتى لو كنت خوان خوسينو. فلو كنت برشلوني ليفربولي او حتى لو بتشجع مانشستر يونايتد مانشستر سيتي، ممكن انا وانت نتفق ان كل اللي بيحصل في مدريد ده صدفه، بس هو امر واقع. ويمكن كل ده بيأكد مقوله كبيره قالها خينتو ان 90 دقيقه كبيره قوي وطويله قوي في سانتياغو برنابيو. وفي الاخر لو عجبتك الحلقه، انا مصطفى دسوقي